ماما ماما، نعم. يلا تعالى نشوف هنعمل ايه النهارده. انت قلت لحبايبنا هنعمل ايه النهارده؟ لا. اقول لهم انا بقى. بس قبل اي حاجه، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صاصة. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم معايا. وطبعا ايه اللي لسه هيشرفني جديد، انا قناه ضيوفاني بقدم معاكم روتينات، واللي متابعني يلا بينا النهارده هنشوف هنعمل ايه. بس قبل ما ابدا معاك الروتين بقى، ما تنسيش تحط لي لايك وتشتركي من كلمه اشتراك تحت الفيديو، وتعملوا اشتراك للكل عشان يوصلك كل جديد. ولو الروتين عجبك اكتبي لي كومنت وشجعيني بقى وكده. بص انا صاحيه بدري بصراحه، في حاجات سريعه كده يعني هعملها. عندي يعني في البيت وكده، في حاجات سريعه هعملها. زي ما انتم شايفين الجو مغيم وكده، فقلت ايه، همسك يعني الصاله بقى اظبطها كده، وافك الكفر بتاع الاندريه اغسله، واعمل تنظيفه كده عشان عايزه ادفي الدنيا اكتر واظبط الدنيا اكتر قبل الشتاء. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب كده يكون الشتاء سعيد علينا جميعا، ونخرج منه كده سالمين جالمين كده، من غير اي اضرار ومن غير اي برد، من غير اي حاجه، اللهم امين. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى مبدئيا كده، لو الصوت طلع واطي هعلهولكوا يعني وكده. انا زي الصاله كنت هروقها لوحدي، وما كنتش اصور بصراحه لان ابني كان نايم، فصحي قال لي هصورك يا ماما، قلت له ماشي يا حبيبي. وانا كمان نازله وصاحيه بدري على فكره، دلوقتي الساعه 8 الصبح. فقلت ايه، امسك المره بالمره الانتريه يعني ايه، اغسل الكفر بقى واشوف هعمل ايه وكده. في شويه حاجات بصراحه عايزه اظبطهم بسرعه قبل الشتاء وكده، تمام. فقلت بقى اظبطهم معاكم كده يعني. فابتدي بقى ان انا افك كده الاكياس بتاعت الانتريه كده كلها، تمام، عشان باذن الله اغسله بقى سريع قبل الشتاء. بقى عايزين نخلص كل اللي ورانا. هبتدي ان انا اغسله كله، احطه في الغساله واحط عليه اوكسي وكده، وشويه كلوروكس الوان او اي مسحوق، يبقى زي الفل. هو عامه انا استهلاكي مش قوي عليه يعني. قولي بقى، بتحبوا الروتينات كده ولا سرحها ولا عايزينها ازاي؟ عشان يعني ابقى عارفه انتوا حابين تعملوا معايا ايه. وفي نفس الوقت بقى انتوا اخواتي في الله، ففي نفس الوقت برضو بحب ان انا اشارك معاكم الراي يعني. عندنا بقى جو النهارده، انا نازله شويه كده، فقلت اخلص بقى اللي ورايا في الصاله كده واظبط وانقعهم، وبالليل بقى اروح واخداهم غسله حلوه وايه وغسلاهم. فقلت اخلص كده اللي ورايا على ايه، على السريع. يعني هلم معاكم الكفر والسجاده، انفض وامسح والمع. وبكره باذن الله او اي روتين تاني بقى، مش عارفه هيبقى امتى يعني، ليه تكمله روتين، بس هو يبقى بكره. بس انا يعني ايه، مش عارفه هنزله امتى. بكره باذن الله بقى هروح ماسكه كل الحيطان بقى ملمعاها معاكم، تمام. وفرشين بقى ايه الحاجات تاني يعني. انا مش عارفه انا بفرش كام مره يعني، بس اعمل ايه، ما هي الحاجه بتتبهدل بتبقى عايزه تتنضف. فانا قلت ادي تنظيفه حلوه كده. في الشتاء بصراحه بيبقى صعب، ربنا يقويكم يا رب، بالذات اللي عنده بقى مدارس. وربنا يصلح حال اولادكم كده لو عندكم امتحانات. وربنا يرزق كل مشتاق، اللهم امين اللهم امين اللهم امين. ربنا يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه. بجد ربنا يرزقكم كده ويمن عليكم بالخلف الصالح، اللهم امين. انا بحب ادعي لكم كده، انتوا اخواتي في الله وانا بحب ادعي لكم. دي تنظيفه سريعه كده حبيت اعملها معاكم وانا نازله بقى، علشان ايه، عندي مناسبه كده هبقى اقول لكم عليها بقى الروتينات اللي جايه، كمان هنحضرها مع بعض. فهنزل بقى عشان عايزه اجيب حاجات وكده يعني، وهصور لكم برده وهقول لكم ايه هي. اشتركي بقى في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وكمان عشان ايه تحضري معايا كل حاجه بعملها، تمام. بصوا بقى كده، وبالمره بقى وانا بدي تلميع للصاله ننضف العصافير كده مع بعض، علشان يعني تبقى تنظيفة الشتاء. احنا مش هننضف بيتنا ونسيب بيتهم مش نضيف، فهننضف بيت العصافير مع بعض، وهننضف برضو بيت السمك مع بعض، وهنشوف بقى اللي لازم ايه ونبتدي نعمله. طبعا هنفض الانتريه كله وهرجع لكم تاني. يلا بقى يا بنات، هنبتدي نشوف هنعمل ايه. بصوا انا كنست ونفضت الستاره وشلت السجاد وكده، وهنلمع بقى مع بعض عشان انا خارجه. وباذن الله الروتينات اللي جايه يا رب تكون عند حسن ظنكم. ان شاء الله عندي مناسبه كده هنحضرها مع بعض من اولها لاخرها. فشركه القناه يعني كل اي حاجه ممكن تحبي تعمليها في البيت ان شاء الله تلاقيها معايا، من اول الاكل لحد الدهانات والنقاشات والسرمكه والحاجات دي. وفي معلومه بالنسبه للدهانات والسرمكه والحاجات دي والنقاشه وكده، انا يا جماعه مش نقاش ولا بتاع سيراميك، تمام. يعني انا ولا نقاش ولا بتاع سيراميك، ولا حد من اهلي نقاش ولا بتاع سيراميك.
بس انا طبعا مش بقلل من نقاشين ولا بتوع السيراميك، على راسي كلكم من فوق يعني. بس انا يعني لما باجي اعمل حاجه في بيتي انا بجود من عندي، يعني بدل ما استنى الحاجه تتعمل لي، والوقت اللي احنا فيه غلا وصعب وكده، فبحب عيني اشوف كل حاجه نظيفه. فبحاول على قد ما اقدر ان انا انضف بيتي بنفسي، وحتى لو حاجه مش بتاعتي ادام بعرف اعملها. على فكره دلوقتي اليوتيوب ما خلاش حاجه، يعني اليوتيوب ما شاء الله ما خلاش حاجه. عايزه تعرفي طريقه الدهان هيقولك، عايزه تعرفي طريقه السيراميك هيقولك. بس عن نفسي يعني انا اتعلمته من حد يعني اعرفه، وابتديت ان انا امارسه عادي. موضوع الدهان دون ابتدى يلخبط معايا شويه، يظبط معايا شويه، اي نعم مش بطلع الحاجه نفس الجوده بتاعه النقاش وكده. بس برضو يعني انا بقول مثلا ايه، لو مثلا حد مش عامل حسابه، مثلا الميزانيه مش تمام، وعنده الحيطان مثلا مش متظبطه، ما فيهاش اي حاجه، لو رحنا جبنا 3 4 5 كيلو بلاستيك او زيت ومسكنا دهنا ولون وظبطنا، معنى كذلك ان انا نقاش او اطلع زي النقاش؟ لا طبعا، لا طبعا مش كده خالص. بس انا عايزه الدنيا تبقى نظيفه والدنيا مظبطه. تمام. بس بالنسبه للسيراميك، السيراميك عندي كان فيه مشكله، فقلت ان انا امسكه واعمله علشان ما مثلا لو في ساكن تحت ولا حاجه ما يشرحش عليه ميه. هل ان انا بتاعت السيراميك؟ لا، انا بنضف بيتي من ضمن يومي وروتيني الحاجات، مش اكل وشرب بس، ان انا انضف بيتي. ربنا يوسع عليكم جميعا، حد عنده مقدره يعني ان هو عايز يجيب ويعمل يجيب ويعمل، ولا اللي بيعمل بايديه غلط ولا اللي مش بيعمل بايديه غلط، ولا لما انا اعمل حاجه طلعتها نفس الجوده اللي ممكن حد يعملها لي متخصص فيها ولا اي حاجه. بس في نفس الوقت استفدت برضو ان حاجتي تبقى نظيفه، وفي نفس الوقت تبقى عيني حلوه عليها. تمام. ما عملت معاكم الرف اللي هو في الحمام ده كان شكله بايظ خالص، انبسطت من نفسي وكله قال لي شاطره وبرافو ان انا عملته، لان هو مش تخصصي بس عملته. بحاول اجود من عندي علشان اطلع الحاجه اللي تحت ايدي حلوه. يا رب اكون عند حسن ظنكم، والفتره اللي جايه هنبدا مع بعض، وانا مش نقاش، انا بنضف بيتي بس، وبحب اتابع روتينتي معاكم. فطبعا كل احترام النقاشين واي حد متخصص في حاجه بجد، انت يعني دي شغلتك، عمر ما حد هيطلعها زيك ابدا ابدا ابدا. مستحيل يعني. بس انا بحاول ان انا انضف بيتي واظبط حياتي، واخلي عيني كل ما تيجي على حاجه اقول برافو عليا ان انا بحاول ان انا اظبط حياتي، يعني على حسب وجهه نظري، وعلى حسب اللي انا شايفاه وعلى حسب اللي انا اقدر اعمله، بس مش اكتر. الفتره اللي جايه هندهن مع بعض، عندي دهان عند والدتي بقى، هندهنه مع بعض، وعندي حاجات هعملها عند والدتي، يعني بغير لكم في الروتينات وفي نفس الوقت بنجود، يعني بغير لكم بنجود مع بعض عشان يبقى قناه فيها تنوع. حبيت اقول لكم المعلومه دي بس عشان ما حدش يقول عليا نقاش، وانا مش زعلانه لو حد قال عليا، بس انا عايزه بس اوضح حاجه. بص شكل العصفور معترض على الكلام. انا بس كنت عايزه اوضح كده عشان الفتره اللي جايه لو دهنا، لو عملت معاكم هعمل برضو السيراميك عند والدتي برضو عجبها وكده، وقالت لي اعمله لي وكده، هعمله برضو عند والدتي. فعشان لو حد شافني ما يقولش عليا بقى نقاش او بتاع السيراميك، ولو حتى قال ما عنديش مشكله. بس انا يعني ايه، بحب ادي كل حق حق يعني. ان انا مش بتاع نقاش ومش بتاع سيراميك، ولو جبت حد بتاع نقاش او سيراميك هيعمل احسن مني. بس انا يعني بحب اظبط الدنيا انا بنفسي كده، بميزانيتي بحياتي مع نفسي، وفي نفس الوقت تبقى شقتي حلوه ونظيفه على قد ما اقدر وعلى قد ما اوصل. فربنا يوسع عليكم جميعا، ومن الافضل للافضل ومن الاحسن للاحسن. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه، ورب ما اكونش صدعتكم. تمام. واستنوني الفترة اللي جاية، هتبقى كلها ان شاء الله مناسبات معايا، وهتبقى كلها دهانات وصار عشان ما شاء الله الشمس طلعت اهي. من واضح ان انا اول ما صورت لكم كان لسه هتطلع، افتكرت النهارده الجو مغيم وكده يعني. يلا بقى نخلص سريع كده عشان ايه، انا نازله يعني، نازله، بس قلت ايه ما اخلص اللي ورايا احسن ما برجع اعمل حاجه. هو اليوم اساسا من بعد الظهر كده تلاقي اليوم طول، فشغلانة البدرية منسية يعني. خلصت حاجتك بسرعة، شجعي بقى وشوفي وراكي ايه واعمليه بسرعة، عشان خلاص الشتا خلاص. الشتا ما شاء الله عليه السنة دي بجد، حاسة ان هو جاي علينا جري. يلا.
ما يبانش. على فكره انا هنزله من تحت الانتريه وابتدي ان انا المع معاكم اهو، واسيب الارض بقى تنشف شويه، ولما اجي هبقى افرشها. عشان ايه؟ عشان يعني تكون اتهوت يعني. اصل انا ممكن انزل ما بيبقاش فيه اثار في البيت ولا حاجه، فمحدش بقى يمشي على السيراميك ولا حاجه، فممكن عادي ان انا اسيب الارض تتهوى كده. التهويه على فكره في الشتاء اصلا مهمه عن الصيف، لان بيبقى فيه الميكروب اعلى في الشتاء، بيبقى لا قدر الله فيه ميكروبات اعلى، فربنا يحفظكم جميعا. التهويه وشويه الشمس ويخشوا. على فكره انا بفتح الشباك لما كنتش بصور، بس لو فتحت دلوقتي هينهبش خالص التليفون. التهويه بتبقى حلوه جدا في الشتاء. على قد ما تقدري هو في الشتاء بقى، لا قدر الله ما يبقى حد عنده برد. وبعدين انتوا عارفين لما بيكون حد عنده برد في البيت لازم يعدي على البيت كله، لازم يعدي على البيت كله. حتى لو عقمتي وعملتي هو ما بيمشيش الا لما بيعدي من يعني لو جيله الصغير لازم يمشي وهو رايح للكبير والعكس. فربنا يحفظكم جميعا. بصراحه الشتاء السنه دي هيبقى صعب، وانا من الناس اللي ما بتحبش الشتاء اساسا يعني، فربنا يستر. هلمع بقى السفرة، هناخد الزمن اهي برضو تمام. هبتدي بقى لمع الصاله من داخل بقى كده. قولي بقى، بصوا انا بقالي فتره بصراحه ما بجريش الفيديو وكده ومش بسرعه يعني. كان في كذا حد قال لي ان الفيديوهات بتاعتي سريعه يعني، فانا حبيت بصراحه اعمل كده وكده. وانتوا بقى تقولوا لي في الكومنتات انتوا ايه رايكم، اسرع الفيديو يطير معاكم ولا اطلع كده ولا ايه؟ تمام، عشان الدنيا تكون متظبطه. هبتدي بقى ان انا عايزه اغسل المراوح واجيب لها الكيس بتاعتها دي برضو، عشان هنشيلها بقى للصيف. كل سنه وانتم طيبين، بس الشتا كده يخلص على خير، ولما يخش علينا الصيف بقى وكده الشتا يقعد معانا بقى شويه، يحضر معانا رجب وشعبان ورمضان، مطول معانا شويه الشتا السنه دي. كل سنه وانتم طيبين. يخش عليك كده رجب وشعبان ورمضان، لا فاقد ولا مفقودين يا رب، ويخش كده عليكم وانتوا كلكم حبايب كده ومتجمعين. ولو حد انقسم حد يصالحه، ولو حد تعبان ربنا يشفيه، ولو حد نفسه في الذريه الصالحه ربنا يرزقه بالذريه الصالحه، ويرزقكم كده اللي بتتمنوه. اللهم امين يعني. بحب ادعي لغيري لاني بيبقى ليا بالمثل ما بدعي، فلما بدعي لحد ببقى مبسوطه يعني. ربنا يصلح حالكم جميعا. قولي. طبعا بقى انا غيرت كلامي وقلت افرش على طول، علشان يعني اتهوت كده دقيقتين وقلت افرش، علشان لو رجعت يعني تبقى الدنيا مفروشه بقى، مش لسه هفرش وكده تبقى خلصت يعني. كنت هسيبها تتهوى، بس انا كنت مهويه الصبح اصلا، كنت فاتحه الشباك ومهويه قبل ما ابدا معاكم روتين، فخلاص بقى حلو كده. ده روتين كده على السريع يعني. هنفطر بقى انا وابني، وبعد كده يعني هنعمل فطار بقى ونطلع نفطر مع بعض وكده انا وهو برضو، نتكلم معاكم برضو، هنطلع انا وهو نفطر مع بعض. وقولوا لي بقى عايزين روتينات اعملها الفتره اللي جايه، واظبط الدنيا معاكم ان شاء الله. يا رب روتينات بس تكون عند حسن ظنكم. وبرضو هعمل برضو غدا، وبرضو هنطلع برضو مره نتغدى انا وهو مع بعض. يعني عايزه انوع في القناه واجدد فيها باستمراريه عشان تعجبكم. طب ما تنسيش بقى، لو الروتين بتاع النهارده عجبك هتعملي تحطي لايك. لو لسه معايا لحد دلوقتي حطي لايك واشتركي في القناه واكتبي لي كومنت حلو زيك، واشتركي في القناه علشان يوصلك كل روتيناتي بقى، ونبقى مع بعض كده الفتره اللي جايه نظبط الدنيا كده. وقولوا لي برده يعني قولوا لي افكار احطها في القناه، يعني قولوا لي افكار اجددها في القناه. يعني ممكن ما يكونش عندي خلفيه قوي ان انا اعمل افكار جديده غير الروتينات والدهانات والسرمكه، فلو عندكم افكار غير اللي انا بعملها يا ريت تقولوا لي عليها في الكومنتات. بجد لو عجبتني هعملها معاكم،
عشان عايزه القناه باذن الله عندي باذن الله تكون يعني ايه على طول في استمراريه وتجديد وتحسن وكده. فانتوا اللي شايفيني فقولوا لي عايزيني اعمل ايه، لو حاجه في المستطاع ان انا اقدر اعملها هعملها باذن الله. وكون بقى ظبطت الدنيا برده وهويتها ونضفتها وظبطت، هغسل بقى الكفر واشوف ايه اللي لازم برده قبل الشتا كده نعمله مع بعض وندفي الدنيا مع بعض. والنهارده كده دردشنا مع بعض، وانتوا كمان دردشوا معايا في الكومنتات وقولوا لي عايزين نقدم ايه الفتره اللي جايه، نقدم ايه جديد مع بعض. يعني اقترحوا عليا بالافكار ان شاء الله اسيبكم في يوم جديد وروتين جديد وفي رعايه الله، ومع السلامه يا بنات، سلام.